عربي، وده الكلام ده موثق من حساب كأس العالم على تويتر. ايه الحكاية؟ الحكاية ان حساب كأس العالم على تويتر بمناسبة كأس العالم للأندية وضع استفتاء ما بين 3 لاعبين عرب، ووضع عنوان افضل لاعب وافضل جناح عربي في كأس العالم للأندية. كان الاستفتاء ما بين 3 لاعبين. اللاعب الأول هو حسين الشحات من النادي الأهلي المصري، وأيمن الحسوني لاعب نادي الوداد المغربي، وسالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي. كلنا عارفين طبعا سالم الدوسري، وتألق مع المنتخب السعودي في كأس العالم الماضية، والمنتخب السعودي تألق في مباراة تاريخية أمام المنتخب الأرجنتيني، وطبعا شفنا هدف عالمي لسالم الدوسري في المنتخب الأرجنتيني. أيمن الحسوني هو لاعب المنتخب المغربي ولاعب نادي الوداد المغربي الحاصل على دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي. الناس اللي بتشكك في استفتاءات رابطة الأندية المصرية في الدوري وبتقول إن استفتاء رابطة الأندية فيه اختراق وفيه حسابات وهمية، عشان كده لعيبة النادي الأهلي هي دايما اللي بتفوز في الاستفتاءات، ده حساب كأس العالم اللي بنتكلم عليه دلوقتي، يعني لا مخترق ولا حاجة. يعني ممكن نقول حساب رابطة الأندية في لعب في حكاية. فالناس اللي كانت بتشكك في حساب رابطة الأندية، ده حساب كأس العالم على تويتر، وحساب موثق لكأس العالم. ونتيجة الاستفتاء كانت ايه بقى المفاجأة؟ حسين الشحات حصل على 79% من الأصوات. 79% من الأصوات. سالم الدوسري حصل على 17% من الأصوات، وأيمن الحسوني حصل على 4% فقط من الأصوات. اكتساح. أي لاعب من النادي الأهلي هيدخل في استفتاءات أو تصويت هيفوز بيه، وهيفوز بيه مش نتيجة 60% أو 70%، ده هيفوز بيه نتيجة تعدي 80-90%. كل استفتاءات في رابطة الأندية بيحصل عليها لاعيبة النادي الأهلي. لو لاعيبة النادي الأهلي مش مشتركة، فجماهير النادي الأهلي بتوجه ده إلى لاعيبة زي ملك أفونا لاعب نادي أسوان، كسب لاعب رابطة الجولة، أو لاعب أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة. فجماهير النادي الأهلي بتوجه أي استفتاء لصالحها زي ما هي عايزة بالظبط. يعني لو اي لاعب من النادي الاهلي دخل في استفتاء مثلا قدام رونالدو او ميسي، لا، وجماهير النادي الاهلي داخله في الموضوع، هذا اللاعب هو اللي هيكسب، ولاعب النادي الاهلي هو هيكسب باكتساح. وده لسبب واحد، ان جماهيريه النادي الاهلي هي اكبر جماهيريه في الوطن العربي، وطبعا باكتساح في مصر. واحد زملكاوي يجي يقول لي انت جاي على نادي الزمالك، لا، لكن هي دي الحقيقه. شفنا استفتاء في كاس العالم اهو، ولاعب النادي الاهلي بيفوز بيه على لعيبه لعبت. يعني سالم الدوسري لعب في كاس العالم وتالق في كاس العالم. ايمن الحسوني هو حاصل على دوري ابطال افريقيا ولاعب المنتخب المغربي، طبعا واخد 4% من الاصوات. فاي حد لو عم حارس الموجود في النادي الاهلي دخل في استفتاء مع اي لاعب هيفوز بيه عم حارس.